السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة عاوز أقولها، المساواة في الظلم عدل، والكلب مكيالين جزاؤه كبير أوي عند ربنا. بس الناس خلاص مبقتش تعمل حساب لربنا. المساواة في الظلم عدل، إن اللي عمله رمضان صبحي في موضوع الامتحانات عمله قبل منه مصطفى محمد، ونفس اعترافات الطالب بتاع مصطفى محمد إن قعد يمتحن 4 سنين لمصطفى محمد. مصطفى محمد محدش قال له تعالى أنت عملت إيه. ولو بصيت في اعترافات اللي هو الطالب بتاع مصطفى محمد هتلاقي هي الاعترافات بتاع الطالب اللي امتحن لرمضان صبحي. اشمعنى رمضان صبحي اللي القضيه ماشيه بتاعته بالشق القضائي ده؟ اشمعنى؟ مش هقول بقى انه لو كان في الزمالك، لو كان في الزمالك ما كانش حد كلمه، زي ما احمد سليمان قالها مع مهيب، قال لك رمضان لو عندنا احنا هنعرف ندافع عنه في موضوع اللجنه الاولمبيه والكلام ده. كان لسه موضوع الامتحانات ده ما ظهرش. اللي عمله مصطفى محمد وبعد منه رمضان صبحي عملوا اللي اكتر منه واحد زي احمد ابو الفتوح، اما قتل فرد امن صاحب اسره مسؤوله منه، ويا ريته قتله تحت البند قتل الخطأ. لا، ده قتله تحت تأثير المخدر، وطلع منها زي الشعرة من العجينة. اللي كان بيدعمه مين؟ أشرف عبد العزيز، اللي هو المحامي بتاع رمضان صبحي دلوقتي، هو المحامي. بس كان هناك في ممدوح عباس، وهنا مجلس إدارة بيراميدز أكيد عارف إن رمضان النهارده اتحكم عليه 4 سنوات ما يلمس كرة القدم من اللجنة الأولمبية الدولية، يعني الضرب في الميت حرام. هل ممدوح عباس إن ليه سيطرة عن بيراميدز؟ لا، هو كل ما هو زملكاوي محمي بالمسؤولين عن الرياضة أو غير الرياضة في الدولة المصرية الآن. وده الكلام كلنا بنقوله مع بعض، أنا ما بعقبش على أحكام قضاء، إحنا الكلام ده في العامية إحنا بنقوله لبعض. مصطفى غلط ورمضان غلط، مصطفى ما تعاقبش، رمضان يتعاقب. طب ليه؟ واحد، الاتنين غلطوا وغلطاتهم ممكن تتدار عليها، نجوم كورة. كان عندنا واحد اسمه احمد السيد زمان لعيب النادي الاهلي ايام مانويل جوزيه، برضه كان زور مش عارف عقد شقه ايه بتاعت حماته، ما حدش سمع عنه حاجه تاني، ما حدش سمع عن القضيه دي حاجه تاني. انا بتكلم باللي ربنا يقدرنا عليه، بقول الحق هنا وهنا. انا رمضان اكتر واحد كنت بهاجمه، بس صعبان عليا دلوقتي ان يتحرم من لعب كره القدم 4 سنوات، خلاص كده مش هيلعب كره تاني. والمحامي اللي طلع اسمه عمر هريدي قال لك العقوبه بتاعت الغش في الامتحان ديت، او واحد يمتحن له من 4 سنين ل 15 سنه، وده عنده بيت وعنده عيال وعنده امه وعنده اخواته. سيبك من اكرام الكبير واكرام الصغير، الاتنين ده هم سبب القرف اللي فيه رمضان صبحي. يبقى كده كلامنا على مصطفى محمد اترمخ عليه، رمضان صبحي ماشي بالتسلسل القضائي وهيتحبس، ده غير اللي هم ال4 سنين بتوع اللجنه الاولمبيه اللي توقف فيها. جينا على احمد الفتوح بتاع تاثير مخدر وولي ولي ولي ولي، وطلع منها زي الشعره من العجينه. هنخش على رابع حاجه، مجلس اداره نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك عمل ما كله هو غلط في ادارته لنادي الزمالك. اول حاجه الالتزامات اللي عليه وحقوق اللعيبه في الفيفا وهنا والشكاوى اللعيبه. عند الاسماعيلي عندهم 2 لعيبه ولا 3 لعيبه ومش بالمبالغ دي، واشرف صبحي راح شايل مجلس ابو الحسن من مجلس اداره، يعني اقال مجلس اداره نادي الاسماعيلي عشان عليه متعلقات وعليه فلوس للعيبه والكلام ده. ولو بصيت للاسماعيلي ما عليهوش 1/10 في اللي عليه الزمالك. دي حاجه. ونادي الزمالك المخالفات اللي عاملها ان باع 19 فدان
في ارض مش ملكه وارض ملك الدوله، وباعها لناس تقيله في البلد، واحد زي ممدوح عباس، واحد زي محمود الجمال، وباعها للبنك الاهلي، النائب الشاطر ابو دم خفيف اللي كان طالع بيستخف دمه ويقول لك الزملكاويه شاطرين. شاطرين طبعا، ما انتوا كل حاجه في ظهركم، اغلط ومالكش دعوه. وباع لناس معاها فلوس، وناس معاها فلوس زي الرز، ما حدش فيهم هيطالب، بس هم خايفين من محاسبه مجلس اداره نادي الزمالك. كل اللي بيعمله اشرف صبحي عشان رجوع الارض، علشان يحمي رقبه حسين لبيب هو وهشام نصر والناس اللي معاه في مجلس الاداره، مش حبا في الزمالك. الزمالك ما عنده الارض بقالها اكتر من 20 سنه، وهي نفس وجع القلب. المستحقات اللعيبه ما تدفعش، اللعيبه تشتكي في الفيفا، عامله عزبه بتدار، كانت بتدار من مرتضى منصور، ومرتضى منصور كان عنده مخالفات اكتر من 2 مليار، وطلع اخرس وهنطلعك طلوع امن، واتداس على ايه؟ مخالفات مرتضى. شاطرين بس يجوا عند النادي الاهلي كل شويه اشرف صبحي اروح اشوف عقود اللعيبه واشوف مش عارف ايه، كل ما مش عارف ايه تحرقهم يروحوا يبردوها ويقول لك هنروح للاهلي، هنروح للاسماعيلي، هنروح للمصري، للانديه دي. يبقى ازاي دوله سايبه مجلس اداره نادي الزمالك عمل مخالفات جسيمه، والفلوس بتاعه ال 19 فدان دي راحت فين؟ ومحدش بيقول حاجه. بس ببشركم، صفيحه خلاص سقط النهارده في الانتخابات، وهيقلع لها ملط، وان كان الكام شهر اللي فات ده كان ساكت على امل ان ينجحوه في الانتخابات، ما نجحش، وابنه باين ان شاء الله راخر هيسقط. انا ما اعرفش ابنه نجح ولا سقط. هيقلع لكم ملطه، هيقلع للكل، وباذن الله ربنا يضرب الظالمين بعضهم بعض ويخرجنا منهم سالمين، لان احنا فاض بينا الكيل، فاض بينا الكيل. انا بعقبش على احكام قضاء ولا بتاع ده، احنا بنقول كلام بيتقال في العاميه عشان ما فيش واحد يغلطنا. انا مخنوق وعندي كتير، بس انا راجل تعبان ومش في حمل بهدله، مش في حمل بهدله، وناس كتير عندها اللي اكتر مني، ودينا بقى دمها تقيل. مفيش حاجه بقت في البلد ماشيه صح الا ما رحم ربي، وخير دليل الانتخابات الاخيره. الانتخابات الاخيره انا في دايره هنا، انا ما خرجتش ولا انتخبت ولا هنتخب للاسف. انا اتضحك عليها قبل كده وانتخبت ناس ما كانتش تستاهل ان انا انتخبها، ما كانتش تستاهل ان انا انتخبها. وربنا يستر على مصر. وفي الوضع الحالي محدش هيقدر يعدل الدفه غير ربنا، لان الناس ما بقتش تخاف من ربنا. الناس خلاص بقى عندها يقين ان مفيش حساب ومفيش موت. محدش بيتعظ من محمد صبري اللي كان سهران قاعد مع زمايله وبيضحكوا والكلام ده، ومات قبل ما العربيه تتخبط في التقرير الطبي، بيقول لك مات قبل ما يتخبط في الحيطه. مفيش حد بيعتبر من الكلام ده. وممدوح عباس ماشي على عكازين ومش قادر، وما 2 مسندين وعكاز، وبيطلع برضه يقول لي ادبه على السوشيال ميديا. الدوله دي ما بقتش دولتنا، احنا بقينا احنا عايشين غرب في بلد ما نعرفهاش. مصر اللي احنا نعرفها ما بقتش مصر. وربنا كريم ويفرج علينا من عنده. اللهم امين يا رب العالمين.